أول ما الجو يبقى برد والصيام يدخل علينا بابدأ أعمل طبق البصارة المتين. قولوا لي الأول أنتوا بتعملوه بملوخية ناشفة ولا خضرة؟ يلا بينا نعمل شوية بصارة سهلين مع الشيف أبانوب اللي هو أنا طبعا. يلا بينا يلا بينا. أول حاجة كده عندي حلة على النار، نزلت بمعلقتين من الزيت، وإيه كمان نزلت كده ببصلاية اديتها تشويحة، ونزلت عليهم بفصين 3 من التوم، وقلبت كويس قوي. وعندي بقى فول مدشوش، طبعا الفول ده يكون مغسول كده ويعني محطوط في مية كده لمدة 5 دقايق ولا حاجة، وابدأ بقى ادي التقليبة تمام. انا بس انا بديه يعني بخلي الفول المدشوش ياخد طعم البصل وكمان الثوم. وبعد كده نزلت بقى بميه، ويا ريت الميه تكون سخنه بتغلي. لو بتحطوا بقى خضره ابداوا حطوها من هنا، تمام؟ يعني ممكن تحطوها من هنا او بعد شويه كمان. عندي بقى طاسه تانية على النار، حطيت بقى فيها شويه زيت، ونزلت بقى ببصلايه حلوه كده. انا بشرها، تمام، واديها تقليبه حلوه جدا علشان البصل يدبل. هحط له رشه ملح بسيطه، طبعا دي معلومات بقى انا عايزكم تكتبوها كده ورايا، تمام؟ بعد كده بعد ما قلبت بقى تعالوا نرجع نشوف بقى البصاره بتاعتنا. الفول بدأ اهو ياخد كده يدخل في السوا. هبدأ بقى اسيبه واغطي عليه لمدة 10 دقايق كمان. عندي بقى البصل بدأ كمان ياخد لون كده زي الفل زيكم كده. هبدأ انزل عليه بمعلقتين من الثوم. طب هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم عشان دي بتبقى شبه طشه شويه كده، بتبقى حلوه جدا لما دي تاخد كده تاخد الطعم، بتبقى جميله قوي. وعلى فكره ممكن في الاول خالص تعملوها ني في ني، تمام؟ حطيت بقى على الطشه دي شويه من الكزبره الناشفه. هبدأ بقى اخد بقى الفول، شايفين؟ هفتح بقى الحله وابدأ اضيف عليها شويه التوابل. هضيف كده شويه من الملح، وشويه من الكمون، وشويه من الكزبره الناشفه، وكمان رشه بسيطه من الفلفل، وممكن ما تحطوش فلفل، تمام؟ الفول خلاص بدأ يدخل في السوا. هبدأ بقى في الوقت ده هبدأ احط الملوخيه الناشفه. طبعا في ناس بقى زي ما قلت لكم، في ناس بتحط بقدونس، وفي ناس بتحط نعناع، وفي ناس بتحط كزبره خضراء. كل ده عادي، اللي انتوا عاوزينه حطوه. هبدأ بقى احط الطشة، وكده بقى البصارة عندي جاهزة للأكل. طب هتاكلها كده؟ لا طبعا، امال هعملها في الخلاط. لو انا بقى هعملها في الخلاط اسيبها تبرد خالص وابدأ اضربها في الخلاط. طب لو عندك هاند بلندر، نبدأ كده وهي في الحلة اضرب يا باشا البصارة بتاعتك. بص بقى مع الضرب بتبدأ كده تاخد بقى اللون الحلو بتاعها، وبتبقى جميلة وبجد زي العسل. يعني وصفة هي كده بتدفي 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 في الشتاء، تمام؟ يعني انا ما اعرفش الناس اللي ما بتحبش البصاره دي ازاي ما بتحبهاش. يلا قولوا لي بقى مين اكتر حد كنتوا بتاكلوا من ايده بصاره وانتوا صغيرين؟ يلا اكتبوا لي برده في الكومنتات، عايز اعرف. وقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. عندي بقى طاسه حطيت لها شويه ميه، حطيت قصدي شويه من الزيت، ونزلت كده ببصل مقطعه شرايح، عشان اعمل كده الورد بتاع بتاع البصاره مش الكشري. قولوا لي صح، عاوزين انزل لكم طريقه الكشري ولا لا؟ في ناس كتير طلبته مني. هبدا بقى بعد ما حطيت كده البصاره ابدا احطها، وفي ناس بتاكلها سخنه، وفي ناس بتاكلها بارده، وفي ناس بتاكلها ساقعه. انا بصراحه بحبها في الثلاث في الثلاث اشكال بتوعها. يعني بحب اول ما تطلع اخد لي طبق حلو جميل، واسيبها تبرد شويه، اخد لي الطبق التاني واحطها في التلاجة اسيبها تسقع، اخد لي الطبق التالت. يعني الثلاث اطباق دول بتوعي اصلا. شايفين يا جماعه الحلاوه والجمال؟ احلى بصاره دي ولا ايه؟ يلا يا باشا ودن القطه بتاعتك واضرب في طبق البصاره، ويا نهار ابيض على الجمال. كان معاكم ابانوب، واعملوا شير للوصفه.